فطور هذه الفترة دامت 3 سنوات على الأقل. أسباب الجفاء كانت عديدة. المغرب اشتكى من عدة أشياء، من بينها منذ 2021 حديث عدة وسائل إعلام فرنسية بالإضافة إلى منظمات حقوقية عن موضوع برنامج التجسس بيغازوس التي قالت أن الرباط استعملته ضد معارضين مغاربة، بالإضافة إلى سياسيين بفرنسا، وحتى تحدثوا عن إيمانويل ماكرون آنذاك، والإليزي لم يؤكد هذا الاختراق. ملف التأشيرات التي قلصته فرنسا تجاه المغرب، الجزائر وتونس، وكان ذلك حسب باريس لعدم تعاون هذه الدول في مجال الهجرة الغير الشرعية.